أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا ولقاء يتجدد دائما وبرنامجنا أوبرا القاهرة. أحبائنا المشاهدين، من خلال مسرح معهد الموسيقى العربية بنقدم لكم النهاردة فرقة الموسيقى العربية للتراث ومجموعة من أجمل الأغاني. أهلا بيكم معانا في حلقتنا الليلة. ومن خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بيسعدنا يكون معانا الفنان محمد شوقي. أهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بالساده المشاهدين. كم سنة مع الفرقة؟ من 2012 حوالي 12 سنه 12 تقريبا. سنة ما شاء الله. أجمل الحفلات اللي حضرتها مع الفرقة يا محمد؟ والله كتير يعني. مش شرط حتى انا اكون بشتغل فيها يعني، بس هي الفكره كلها انه لا معانا والله اصوات مميزه وزمايلي كلهم يعني قد الدنيا يعني بيقدروا. لا، هو من ناحية الأصوات أنتوا كلكم أصوات مميزة ما شاء الله، والحقيقة المايسترو دكتور محمد الموجي عامل شغل رائع في تقديمكم وفي تقديم الأصوات الرائعة للفرقة. أنت إيه اللي مخليك متمسك بالفرقة بالتحديد؟ إيه أكتر حاجة بتلاقيها في هذه الفرقة؟ بنغني غنى حقيقي، بنغني بنتعلم حتى واحنا بقالنا سنين في الفرق، بس برضه لسه بنتعلم. و وطبعا يعني الحاله نفسها جوه الفرقه بتشجع الواحد انه يفضل موجود يعني. الحمد لله احنا يعني فرقتنا من اكتر الفرق اللي اعضائها متماسكين وبيحبوا بعض ومرتبطين ببعض واحنا بينجحوا بعض. بالظبط والله بجد يعني. الناس كلها بتحب بعض وبتحب بتحب النجاح لبعض يعني. فدي من اكتر الحاجات اللي مخليه الفرقه والله، والفرقه كمان بتتقدم يعني وجمهورها بيزيد والحمد لله يعني. هو الحضور النهارده بيقول قد ايه ان الجمهور حابب الفرقه، حابب اللي بتقدمه الفرقه، حافظ حتى اللي هتقدموه من اغاني ومستمتع يعني. كل اغنيه انا عارف مين اللي هيعمل دي، انا يعني عارف في تفاعل كده مع كل الاغاني. لكن انتوا احلامكم ايه يعني؟ انت بقى كمحمد، الفنان محمد شوقي، احلامه ايه؟ والله يعني يعني انا يعني على مستوى الفرقه مثلا نفسي ال اللي احنا بنقدمه يعني هو اللي هو اللون التراثي دوت يعني يخرج بره نطاق الاوبرا، نفسي يوصل لكل الناس. كان الأمل كلمة بتتقال، أضحك وأقول ده خيال وبعيد. كان الأمل كلمة بتتقال، أضحك وأقول ده خيال وبعيد. دلوقتي شفته كأنه خيال، كان ليه عنده زمان مواعيد. دلوقتي شفته كأنه خيال، كان ليه عنده زمان مواعيد. وفات عليا بنور وجمال زي الندى فوق فجر جديد، فوق فجر جديد. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، في عيون جت تبعد وتخبي، فتنت على المكتوب. إن كان هنا ولا ضنا، مش عايز انا اكتر من المكتوب.
حتى الطيور ساعة ما شافوه بعينيا عرفوا الفرحة منين. كل واحد وشوش اخوه في ظل لوردة وخبى عليه. حتى الطيور ساعة ما شافوه بعينيا عرفوا الفرحة منين. كل واحد وشوش اخوه في ظل لوردة وخبى عليه. والورد لما حبايبه عزوه حلف ما يقبل ولا سنتين ولا سنتين. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب. في عيون جت تبعد وتخبي فتنت على المكتوب. إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكتر من المكتوب. من المملكة العربية السعودية بيسعدنا يكون معانا سيادة المستشار محمد سعيد طيب. أهلا ومرحبا بكم في بلدك التاني مصر. اهلا يا ستي. سيادة المستشار كلمني عن علاقتك بدار الأوبرا المصرية. والله قبل ان اتكلم عن علاقتي بدار الاوبرا يعني وددت ان اعرب عن سعادتي البالغه بوجودي في المحروسه اللي ما نقدر نستغني عن الغياب عنها. وبعد كده ارد على سؤالك. مرة تانية برحب بيك في المحروسة بلدك التاني وعشقك زي ما عرفت من خلال الحديث. فخلينا نتكلم عن عشقك لدار الأوبرا المصرية بالتحديد، والنهاردة كمان تواجدك في واحد من أعرق المسارح في مصر وهو مسرح معهد الموسيقى العربية. فعلا من اعرق. انا اجي من سنين عديده ولا اغيب كثيرا عن المعهد هذا بالذات. واللي يدفعني الى وجودي هنا هو يعني حرص المعهد على الاحتفاظ بالتراث. الاحتفاظ بالتراث ما حد بيعتني به غير المعهد. فنحن ما بنسمع الاغاني الاصيله والموسيقى الاصيله الا في هذا المعهد العريق. وفي مسارح دار الأوبرا المصرية كلها، يعني مسرح الكبير، المسرح طبعا، والدار الكبرى. صحيح. لكن هنا ليه لكن خارج هذا النطاق لا، مع الاسف. طيب احنا بنقول مع الأسف، يعني احنا عايزين هذه الأصوات وهذه النغمات وهذه الأغاني اللي متغللة في أعماقنا احنا جميعا كمصريين وكعرب، انها تنتشر في كل مسارح العالم مش بس في مصر. اي والله اتفق معك كل الاتفاق. وانا يعني لعلها فرصه اني اوجه عنايه اصحاب الفنادق الكبرى في مصر يعني ان يعتنوا بالموسيقى المصريه. يعني انا ما بقول عشر الوقت المسموح الممنوح لهذه الموسيقى الغريبه اللي يحطوها يعني في الفنادق. يا اخي اعطوا الموسيقى المصريه والشرقيه عشر الوقت.
فإن شاء الله يسمعونا ونفذوا الكلام. يا رب. ومش كده وبس، احنا عايزين حفلاتنا كلها على مدار السنة مع سواء بقى في دار الأوبرا أو في غيرها، وعلى كل مسارح الدول العربية تكون حافلة بهذه الأصوات الرائعة. والله متفق معك، والله متفق معك، وأشكركم على هذا اللقاء، كتر خيركم يعني. ولذيذ المنام أحرموني، العيون الكواحل سابوني، ولذيذ المنام أحرموني، وجرى دمعي من عيوني هامر. يا رفاقي ساعدوني. يا رفاقي ساعدوني. ساعدوني يا حبايبي بابتسامة، وصلوني يا نجومي بالسلامة. ساعدوني يا حبايبي بابتسامة، وصلوني يا نجومي بالسلامة. فرحوني بسكتي، أضحكوا لضحكتي، وصلوني لسكتي، أضحكوا لضحكتي، واتركونا من الملامة. من حبايبي هاجروني. يا رفاقي ساعدوني. وجرى دمعي من عيوني هامر. يا رفاقي ساعدوني. فرقة الموسيقى العربية للتراث بتقدم التراث المصري وبتقدم أصوات أكثر من رائعة، والنهاردة بيسعدنا يكون معانا الفنان محيي صلاح. أهلا بسيادتك معانا، وسعداء جدا إن احنا بنتقابل مع سيادتك النهاردة. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين الكرام، ومنورنا والله. حضرتك اللي منور، وكل فناني الفرقة بصراحة احنا سعداء بيكوا، وسعداء ان احنا بنلتقي بيكوا على واحد من اعرق المسارح واجملها يعني شكلا ومضمونا، وهو مسرح معهد الموسيقى العربية. اكيد طبعا، يعني احنا عايشين على المجد الجميل ده يعني، وبنستمتع يعني احنا كفنانين واحنا بنأدي الفقرات بنبقى مستمتعين وعايشين اجواء جميله، لان طبعا هنا ده يعني صرح من الصروح يعني.
الفنان محي صلاح، كام سنة ليك مع فرقة الموسيقى العربية للتراث؟ دلوقتي 15 سنة. ما شاء الله. أنا شايفة الأصوات هنا بقالها سنوات عديدة وأدائها أكثر من رائع وتدريبها رائع. يعني النهاردة يعني أنا مستمتعة بكل الأصوات، بكل ما تقدمه. قد إيه أصواتكم فعلا تستحق كل النجاح، تستحقوا تبقوا في مصاف المطربين الأوائل، مش في مصر بس، على مستوى العالم العربي كله. شكرا لحضرتك، ودي شهادة عظيمة يعني نعتز بيها. احنا فعلا والله يعني محبين قبل ما نكون بنغني محترفين يعني. فاحنا متشبعين بالمجد العظماء كبار الملحنين وكبار الفنانين، زي طبعا على سبيل الذكر ام كلثوم وعبد الوهاب وبليغ حمدي، ويعني مش عايز انسى وأنزيل طبعا. محمد أنديل ده حاجه ده عشقك. عشقي طبعا. انت عارف ان انت صوتك قريب جدا فعلا منه، يعني ما تعرفش يعني تفرق ما بينهم. يعني يا نهار ابيض، ده يبقى شهاده كبيره جدا. ده يعني هو فنان كبير وفنان عظيم ورحمه الله عليه، وكان يعني قدوه جميله يعني. الفنان محي صلاح، حلمك اللي نفسك تحققه؟ والله حلمي ان انا يعني ربنا يقدرني واقدر يعني اقدم حاجه فيها قيمه حلوه للناس. يعني انا لو شاهدت كل الحاضرين اليوم في الحفله هيقولوا قد ايه انت بتقدم قيمه رائعه وصوت اكثر من رائع. انا مش هتكلم كتير، انا هسيب جمهورنا يعني هو اللي يحكم، وعايزين بقى نسمع حاجه لايف. يعني حاجه من اللي قلناها زي ما تحب. طيب ممكن نقول سحب رمشه ورد الباب كحله ده، نسيت اعمل لقلبي حجاب، وقلبي داب داب داب، رموشه تميل على خده جناح، رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده، امل كداب امل كداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب، وقلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. الله الله الله. أشكرك على هذا الأداء، أشكرك على هذا الصوت، ما شاء الله. ربنا يحفظك ويحفظ لنا في مصر كل هذه الأصوات الأكثر من رائعة. شكرا جزيلا، نورتونا. شكرا. ما بين البر والتاني، مع الخلان ووحداني، ما بين البر والتاني، مع الخلان ووحداني، أودي وأجيب حبيب لحبيب، أودي وأجيب حبيب لحبيب، ومن لحبيبي وداني، ما بين البر والتاني والتاني. حكايتي في الهوى حكاية لغير البحر ما احكيها، ولما يعدوا ويايا عن الأحباب أخبيها، واشوفهم نالوا امانيهم، اقول يا رب هنيهم،
ولا اتشمت أعزول فيهم واروح وارجع بحرماني 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 أودي وأجيب حبيب لحبيب أودي وأجيب حبيب لحبيب ومين لحبيبي وداني ما بين البر والتاني والتاني. وبيسعدنا يكون معانا من عشاق أغاني دار الأوبرا المصرية وبالتحديد مسرح معهد الموسيقى العربية الأستاذ أمير خوري. أهلا بسيادتك معانا. بيك اهلا بحضرتك. كلمني بقى عن ما تعشق في مسرح معهد الموسيقى العربية بالتحديد ومسارح دار الأوبرا عموما. طيب احنا النهارده طبعا الفرقه العربيه للتراث في معهد الموسيقى العربيه. معهد الموسيقى العربيه انا بعتبره ايقونه المسارح الحقيقه. طبعا عبق التاريخ زي ما بيقولوا، بنعشق هذا المكان، وكل الحفلات اللي بتتقدم عليه الحقيقه بتبقى من اروع الحفلات، خصوصا النهارده معانا الفرقه العربيه للتراث مع مجموعه متنوعه من الاغاني المعاصره وهنقول التراثيه الى حد ما، باصوات ما فيش احسن من كده. عندنا كم محمد شوقي، عندنا حنان الخولي، عندنا ريم حمدي، عندنا الفصل الثاني نوع حافظ، احمد الوزيري، مع المجموعه طبعا المايسترو حمد الموجي في غنى عن التعريف. محمد الموجي طبعا احنا متعودين، دكتور بقى محمد الموجي بقى. محمد الموجي طبعا احنا متعودين على حماده من زمان يعني. بنسمع طبعا اغاني اعتدنا ان احنا نسمعها، لكن بيبقى ليها مذاق تاني باصوات مطربي مدربه طبعا ما فيش كلام يعني. دار الاوبرا عموما يعني كل الاصوات مدربه وفي منتهى الجمال، وبنسعد بيهم الحقيقه. كلهم مجموعه هايله جدا، وانا متحيز الحقيقه شويه الفرقه العربيه للتراث بجوار الفرقه الثانيه، لكن هم الحقيقه فن محترم جدا جدا جوه بقى المسرح الجميل ده، فبيبقى فيش احلى من كده يعني. أنا طبعا بشكرك، بتمنى لك التوفيق وبسعد بالشخصيات المصرية اللي بتعشق التراث وبتحافظ على هذه الفرق وبتجلها دايما عشان تسمعها، وبتبقى قد ايه مستمتعة بهذه الأصوات اللي فعلا تستحق مننا كل التقدير والاحترام. ده صحيح، ده صحيح طبعا.
ومن خلال مسرح معهد الموسيقى العربية وفرقة الموسيقى العربية للتراث بيسعدنا يكون معانا أحد الحضور وهو من عشاق هذا المسرح الأستاذ عاطف عبد الحميد. أهلا بسيادتك معانا، ورأيك في الحفلة النهاردة ورأيك في فرقة الموسيقى العربية للتراث عموما. والله يعني الحفلة طبعا النهاردة رائعة وجميلة جدا، ورأي فرقة الموسيقى العربية للتراث طبعا حاجة ما فيش أجمل من كده، لأن أنا محافظ الفرقة أساسا، فعشان كده طبعا احنا كل حفلة بنحضر لها كويس جدا جدا. طب ازاي بقى بيتم التحضير لهذه الحفلات؟ يعني اختياركم للأغاني اللي بتقدم، اختياركم للأصوات وأدائها، أداء كل صوت من هذه الأصوات لأغاني من التراث كلنا عاشقينها. والله هو عادة احنا المايسترو بنعرف البرنامج منه، بيديني البرنامج بنحضره، بنبدأ بروفاتنا مع الأصوات ومع الموسيقيين. بيبقى هو عنده اختيارات بالنسبة للسولستات اللي موجودين، طبعا بيبقى عارف ان السولستات اللي موجودين دول يليق عليهم ايه، هيختار ايه. بيبقى الاتفاق ما بينه وما بين السولستات، وبيبقى انا برضو موجود. بنختار حاجات منوعه لازم تبقى موجوده لازم بنختار حاجات تراثيه الاول، لان انت عارفه هي فرقه تراث، فبنختار حاجات تراثيه زي الموشحات وزي الادوار وزي الحاجات اللي زي دي، يعني مونولوجات كده. وبعد كده بنختار بقى الحاجات التانية اللي تليق على كل سوليست منهم. حاجات ده يليق على ام كلثوم، ده عبد الحليم. زي النهارده مثلا قدمنا حاجه لهدى سلطان، الحان محمد فوزي، الحان كمال الطويل، الحان الموجي، على حسب ما بنشوف. الحان محمد عبد الوهاب. الحان محمد عبد الوهاب طبعا. فعلى حسب ما بيشوف هو السوليست ده هيقول ايه وكده، وهيليق على كل سوليست ايه. طبعا هم ما شاء الله كلهم بيجدوا جميع الوان الغناء يعني. اكتر الاصوات اللي بتحس انها قادرة على أداء كل الأصوات، أو يعني متناسبة مع كل الألحان، وبتحس إنها سهل قوي بتلقط الكلمات وتحفظ معاك بسرعة. مين؟ هم زي ما قلت لحضرتك عشان متمرسين طبعا، كلهم السولستات متمرسين ودارسين، فبيبقى بالنسبه لهم ما فيش مشكله طبعا، لان الحاجات التراثيه بالذات بتبقى هم مدربين عليها من زمان او حاجه زي كده. الا الاغاني طبعا اللي بتتاكد، لو في اغاني جديده لسه هي مش ما قالهاش قبل كده ولسه مكتوبه جديد، فدي بتبقى طبعا بتاخد شويه وقت معاه يعني في الحفظ، وبيحفظها يعني وكده. وبالبروفات اللي بيقولها في البروفتين اللي احنا بنعملهم او كام بروفه اللي بنعملهم، طبعا المايسترو بيدقق قوي 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 على حته ان الركوزات مش عارف ايه. لا التحفيظ بيبقى ما فيهوش اي مشكله بصراحه بالنسبه للسولستات. السولستات هم شاطرين، هم بيحفظوا لوحدهم يعني. المشكله احنا الموضوع كله بيبقى مع الاصوات الكورال، لان احنا دايما بناخد بروفات معاهم في التحفيظ، اذا كان في الموشحات، اذا كان في الادوار، اذا كان في الحاجات الجديده وهكذا يعني. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. بشكركم على اختياراتكم، بشكركم على ادائكم، بشكركم على الفن اللي فعلا بتقدموه للجمهور، اللي احنا لسه بنتغذى عليه واللي بنشعر معاه بمنتهى السعاده. احنا اللي ميرسي ليكم جدا، وميرسي لكل الجمهور اللي بيجي لنا في حفلات فرقه التراث، لان احنا فعلا بنحس ان هو الجمهور المتذوق للفن الاصيل فعلا، وما زال لسه في ناس لسه بتستمع للفن الاصيل كتير، والحقيقه اكتر مما تتصوروا، واحنا بنتمنى لكم مزيد من النجاح والتألق ان شاء الله. ميرسي يا فندم، الف شكر. كل ما
أحبائنا المشاهدين، في نهاية لقائنا بشكركم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحفل الليلة، وننتقل إن شاء الله في الأسبوع المقبل في نفس الميعاد وبرنامجنا أوبرا القاهرة. إلى اللقاء.